النهارده هعمل لكم كشري حماتي، كشري مختلف تماما عن اي كشري كلتوه في حياتكم. من فضلكم ادعوا لها بالرحمه ويلا بينا نعمل كشري حماتي. اكتر حاجه بتاخد وقت في السوى الحمص، عشان كده ابتديت بيه. حطيت كمون وملح وطماطميه متقطعه وبصلايه متقطعه وشويه توم مهروس. قطعت 4 بصلات كبار، وعشان البصل يبقى مقرمش وحلو حطي عليه معلقه دقيق ومعلقه نشا وقلبيهم في بعض قبل ما تحمريه. الكشري بيحب المكرونه المسلوقه الصغيره دي. الحله اللي هنعمل فيها الكشري بقى هناخد معلقتين 3 كبار من الزيت اللي عملنا بيه البصل، ولو جه فيه بصلتين يا سلام هيبقوا احلى واحلى. نزلت بالعدس لوحده. المختلف في الكشري ده بقى ايه؟ ان كميه العدس بتبقى اكتر شويه كمان من الرز، او ممكن تبقى قدها. لو كوبايتين عدس بتحطي كوبايتين رز وكمان الشعريه معاهم. على ما العدس ياخد نص سوا كده هننزل بالشعريه نحمرها، والعدس داخل على السوا بقى هنضيف عليه الرز والشعريه، وانزلي بالملح والكمون وقلبيهم في بعض كويس قوي. زودي الميه بتاعتك مظبوطه كانك بتسوي الرز من اول خالص. صلصه الكشري هنحط معلقتين توم كبار على معلقه زيت ونقلبها لحد ما تحمر. هننزل نطش فيها الخل، وبعد ما الخل يطش كويس قوي هنروح نازلين عليه بالصلصه الاورجانيك اللي انا عملتها، وملح وكمون برده قلبيهم. ادي الرز تقليبه كده في النص. بصوا الرز عامل ازاي. يلا بقى ناخد كده تشويحه للمكرونه بنقطه زيت صغيره. شايفين لون الرز يا جماعه لونه غامق ازاي؟ عشان العدسه قد الرز بالظبط، وده المختلف في الكشري بتاع النهارده. انا هدوقه معاكم دلوقتي لاني بحبه قوي. يام يام يجنن. الله يرحمك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.